سلام الله عليكم إخواني المتتبعين في فيديو جديد. إليكم أبرز العناوين. قيادي بارز في صفوف الكيان الوهمي الانفصالي البوليزاريو يعترف بقوة المغرب وقرب انتهاء شيء اسمه البوليزاريو وحسم المغرب لملف الصحراء. وفي موضوع آخر، المغرب أضحى قبلة لشركات صناعة الطائرات، حيث أعلنت شركة براند آن واينتي المتخصصة في صناعة محركات الطائرات فتح فرع لها بمدينة الدار البيضاء. هنشوف معاكم أهم التفاصيل، ولكن رجاء دعمكم لنا ضروري لنواصل تقديم الجديد. إن أعجبكم الفيديو دونوا آراءكم واضغطوا على لايك وفعلوا زر الجرس لتتوصلوا بالجديد فضلا وليس أمرا. ويلا معانا تبعوا معنا حتى الأخر باش تفهموه. اعترف القيادي البارز في صفوف الكيان الوهمي الانفصالي البوليزاريو أبي بشراي البشير لبعض وسائل الإعلام الدولية على أن الجبهة الانفصالية تعاني بشكل كبير أمام تراجع الدول الداعمة للطرح الانفصالي البوليزاريو، وأن الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم في مخيمات تندوف بسبب تراجع الدول الداعمة لهذه العصابة وتراجع اهتمام كبرنات الجزائر بساكنة المخيمات. وهذا ما تجلى في تزايد الاحتجاجات العنيفة داخل مخيمات تندوف، وأكد على أن مستوى التحديات أصبح أكبر من ذي قبل، مبرزا على أن سنتي 2023 و 2024 مفصليتان في مصير هذا الكيان. فمنذ فتح المغرب لمعبر القرقرات وقطع الطريق أمام الكيان الوهمي الانفصالي في الوصول إلى أحلامه وفشل المسرحية التي روج لها إعلامه على أن البوليزاريو تشن حربا مسلحة على الأراضي المغربية، لكن بمجرد اكتشاف العالم للحقيقة على أن البوليزاريو مجرد شرذمة تستغلهم الجزائر لمصلحتها السياسية، فالبوليزاريو فشلت في التأثير على الأمم المتحدة في ملف الصحراء، وتيقنت على أن ملف الصحراء حسم وبدأت تفكر فيما بعد. فأمام تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وتزايد عدد الدول التي فتحت قنصلياتها في الصحراء، أوقعت هذه التطورات زلزالا سياسيا كبيرا في الجزائر، حيث أن الجزائر غيرت جهازها الدبلوماسي سعيا منها لمواجهة الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء في ظل تراجع سيمفونية الكيان الوهمي. فما صرخة أبي بشراي البشير ما هي إلا دليل على تداعيات انتكاسة الطرح الانفصالي وإيمانه على قرب انتهائه، واعتراف بقوة الدبلوماسية المغربية في التأثير على كبرى دول العالم وإقناعهم بعدالة قضية الصحراء المغربية. وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية على أن المغرب نجح في استقطاب شركة بران آن واينتي المتخصصة في صناعة محركات مقاتلات F-35 الحربية. هذه الطائرات والتي تعد من بين أحدث وأقوى الطائرات في العالم، فقد أعلنت الشركة مؤخرا عن فتح فرع تابع لها في مدينة الدار البيضاء والذي يحمل اسم بارت آند واينتي مروك. وبهذه الخطوة قد أصبح المغرب يخطو خطوات نحو الأمام للدخول بقوة في الصناعات الحربية. وتعتزم هذه الشركة البدء في التصنيع مطلع سنة 2025، وأن عملية تشييد هذا الفرع ستنطلق في الربع الأخير من سنة 2023، وسيكون هذا الفرع مخصصا أيضا لصناعة الأجزاء الميكانيكية الثابتة والهياكل التفصيلية لمختلف نماذج محركات الطائرات. وأكدت رئيسة فرع الشركة في كندا على أن المغرب يقدم العديد من الفوائد لصناعة الطائرات، حيث أن المغرب يتوفر على العديد من المواهب ذات قيمة عالية وبنية اقتصادية إيجابية. أشارت على أن المغرب من المحتمل أن يوفر حوالي 200 فرصة عمل بحلول سنة 2030، وسيشيد هذا المصنع على مساحة إجمالية قدرها 130 ألف متر مربع. فالمغرب يصبو إلى تحقيق إقلاع صناعي في مجال الطيران بالاستفادة من موقعه الجغرافي والاستراتيجي باعتباره نقطة وصل بين إفريقيا وأوروبا وبين الغرب والشرق، ويوفر مناخا جيدا للاستثمار بالإضافة إلى توفره على يد عاملة ذات كفاءة عالية. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا القدر. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.